الابن ده كان متعصب جدا لان والدته اتصلت بيه وقالت له يجيب لها ازازه زيت، وهو كان مشغول جدا في شغله. فقال لها معقوله يا ماما تكلميني علشان اجيب ازازه زيت واجيلك من بلد لبلد؟ قالت له معلش يا ابني، اصل انا تعبانه شويه. قال لها تعبانه من الشغل اللي انت بتشتغليه؟ يا ماما سنك كبر وما ينفعش الشغل اللي انت بتشتغليه ده. قوليلي ايه اللي تعبك؟ قالت له ظهري بس وجعني شويه. قال لها ظهرك؟ وريني كده. فبيرفع الغطا لقى فيه اصابه في رجل والدته كبيره. قال لها في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قالت له مفيش يا ابني، انا كنت بشتغل فوقعت على رجلي فرجلي اتكسرت. قال لها وليكي قد ايه؟ قالت له ليا اكتر من شهر. قال لها ازاي اكتر من شهر وما تقوليش؟ طيب بتاكلي ازاي وبتشربي ازاي؟ فسكتت الام. جري بسرعه المطبخ، لقى المطبخ فاضي، ما فيهوش غير شويه مكرونه ما ينفعوش حتى للاكل. صعبت عليه والدته جدا وحس بالندم والذنب. فراح قال لها ماما انت ليه ما قلتليش؟ قالت له عشان عارفه يا ابني انك مشغول وانا مش عايزه اعطلك. قال لها مشغول ايه؟ هو انت ليكي غيري ولا انا ليا غيرك؟ ينفع الكلام ده؟ ليكي سنه بتشتغلي شغل صعب جدا، ليه كل ده ولمين؟ قالت له ليكي انت يا حبيبي. ما هو انا مش معقوله اشوفك قدامي لحد دلوقتي مش قادر تتجوز وما عنديش حاجه اديها لك واقعد ساكته. انا كنت عاوزه اطمن عليك واساعدك باي حاجه. خطيبته جت. قال لها انت ازاي عرفتي المكان هنا وجيتي هنا ازاي؟ قالت له لما شفتك خارج من الشغل بتجري حسيت ان في حاجه غلط فجيت وراك. انت ازاي لحد الان ما تعرفنيش على والدتك؟ وازاي تهون عليك والدتك وتسيبها بالحاله دي من غير ما تسال عليها؟ انا سمعت كل حاجه. والدتك لازم تروح المستشفى، وان كان على فلوس المستشفى خد الفلوس دي، ولو احتجت فلوس تانية انا هتصرف. والدتك زي امي بالظبط، ومن هنا ورايح ما ينفعش نسيبها لوحدها. فكان فرحان جدا بكلام خطيبته وانه عرف يختار صح. فعلا اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، واللي يحبك يحب اي حد من طرفك. لما تيجي تختار لازم تختار صح. صلوا على النبي في التعليقات.